الانسان الاعلامي المواطن المصري مصري قوي من لقاء امبارح والنهارده. انت مرضي؟ اولا انا زعلان وحزين على اللي عاملين رجاله وبيستخبوا تحت السرير وقت الجد. كنت اتمنى ان اللي واجعين دماغنا بيجعجعوا كل 5 دقايق كان يرد عليا يقول لي من فضلك لا الورقه انا عايزه اقول لك على حاجه. الحقيقه استاذ اسلام الضبع دخل معانا على التليفون وقال ان هو والدكتور عمرو الشبكي جايين بالمستندات. لا يا فندم وانا موجود يا اسلام، ده انت اللي سرقت الورق مع عصام وانا موجود. انا اسف وانا موجود. تاني هتبقى قطيعه بيني وبينكم وانا مش واجي معاهم. يقول لي اقول له مستند يقول لي ده مزور، ادي له مستند يقول لي مين اسلام الضبع اللي انتوا حضرتك قلت عليه ده؟ ده صبي محامي. خلاص لا انا موجود، كملي معانا موجوده معاهم. انما بعد ما امشي يجي يتكلم يبقى جبان، تبقى جبان. طيب احنا تبقى جبان، لا تاني تبقى جبان. احنا في تبقى مش راجل. مش لو راجل تعالى وانا موجود. يا مدام ايمان من فضلك لو جيهم سامي عبد الراضي او حامي يختاروني وبتاع الادب والاحترام، ادي حجتك في القانون. انما بعد ما امشي ده انتوا سرقتوا الورقه من المحكمه، هتعملوا ايه تاني؟ ما تخليك راجل بقى يا شبك مره، ده انت مطرود من الضماس. بقول لك ايه، خليك راجل خليك راجل. وبعدين انت عايز تخش برلمان ليه؟ مش احنا بتوع الانقلاب؟ اشرف 100 مره باللي قبض. لو عايز يخش انا قاعد اهو موجود، خليني للصبح مدام ايمان. طيب انا هقول لك اقتراحي انا ونحاول ان احنا لا وانا موجود بكره وانت بس هتوعدني وقت نحافظ على هدوء الحوار. يا فندم هو حضرتك انا عارفه انا قلت اتكلمت في قانون ولا اتكلمت في ايه؟ قانون وهم هيتكلموا بقانون. لو انت راجل تعالى على هدوء الحوار. لو انت راجل يا عمرو الشبكي انت وحصان وعلاء عبد المنعم والواد اللي انت قلت عليه ما اعرفش اسمه ايه ده الفاضي ده، خلاص تعالوا وانا موجود. تمام. انما بعد ما امشي ورقه ثاني مزور، لو انت راجل اطلع قول لي لا الورقه دي مزوره، لا الصوره دي مزوره، لا الحكم ده مش صح، لا اللجان دي مش صح. انما نقعد نتطط وانا موجود. نورتنا يا سياده شكرا لله.